السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فيديو جامد جدا. النهاردة هنحشي البلح بالمكسرات، حاجة كده اللهم بارك روعة. الفيديو بتاع النهاردة قنبلة لزيادة الوزن. كمان أطفالك لو عندهم أنيميا، عايز أقولك الوصفة دي رهيبة، هتقضي على الأنيميا تماما إن شاء الله. الفيديو نال إعجابكم، يلا بينا على الفيديو نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه عندي كميه من البلح، طبعا استخدمي الكميه اللي انت عايزاها. غسلتها غسله كويسه جدا، نشفتها كويس جدا من الميه، وده شيء اساسي لازم تنشفيها كويس جدا من الميه. بعد كده هنشيل النوى، بس قبل ما نشيل النوى الاول هنحتاج لحوالي 125 جرام من الشوكولاته. اي نوع شوكولاته استخدميه، انا استخدمت شوكولاته فيينا، او ممكن كمان تستخدمي سما، ان شاء الله تجيبي شوكولاته من السوبر ماركت وتستخدميها. هنضيف عليها كده معلقتين من الزيت، وهنرفعها على حمام مائي، وهسيبها لحد ما تسيح. مش هسيبها لحد ما تسيح كلها، هخلي فيها قطعه كده صغيره عشان الشوكولاته ما تخرجش معاكي. بعد كده هنبدا نزيل النوى من البلح. اللي انا استخدمته هنا كان قلم رصاص، حطيت فيه كده كيس بلاستيك، او لف عليه كده اللي هو الاسترتش الغذائي، وابدأي شيلي بيه. لو عندك شاليمو هينفع، عندك المقوار هينفع، اي حاجة عندك استخدميها هتنفع، المهم تكون هي مدورة ويكون حجمها صغير. هنمسك البلحة بالطريقة دي من الناحية اللي هي مقفولة، مش من الناحية اللي بيبقى فيها العنقود، لا، من الناحية اللي فوق. وهنبدأ نضغط كده بالراحة عشان بس البلحة ما تبصي، وهنضغط بالراحة لحد كده ما تلاقي النوى بدأ يظهر من تحت. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي، ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك، اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شفت النوى خرج بكل سهولة. هنبدأ نحط القلم بالطريقة دي ونضغط. شايفة النوى خرج بكل سهولة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وعايزة اقولك الفيديو ده قيمته الغذائية عالية جدا جدا فوق ما تتخيلي. الطبق البلح اللي احنا هنعمله ده، عايزه اقولك لو حبيتي تشتريه مش اقل من 120 جنيه. البلح اللي بالمكسرات ده بيبقى غالي جدا، دايما كده بتلاقيه عند اللي هما بيبيعوا عسل، بيبيعوا كمان العسل بالمكسرات. وكمان هتلاقي عندهم البلح اللي محشي مكسرات، سواء لوز، فستق، اي نوع مكسرات انت عايزاه هتلاقيه. البلح ده صحي جدا مغذي، كمان بيساعد في ايام الدراسة وايام الامتحانات، بيبقى جميل جدا. ان شاء الله هتعمليه في البيت من غير ما هيكلفك كتير. شايفين النوى بضغط بالطريقة دي وبتخرج معايا بكل سهولة. البلح ده يا بنات ساعات بشتريه جاهز، وساعات كتير جدا بعمله في البيت، بيبقى ارخص واوفر في البيت، وكمان بيبقى انضف. بس بصراحة ما خطرش على بالي ان انا اصوره فيديو. شفته كده في قناة كانت مصوراه فيديو من كام يوم فعجبني، فقلت لازم اصوره عشان الكل يستفاد من الفكرة. فكرة جميلة جدا، ان شاء الله تجربيها وهتعتمديها، وعايزه اقولك كمان ولادك هيعشقوها. خلاص كده بعد ما شلت النوى من البلح كله، دلوقتي عندي كده سوداني مجروش، تقدري تستبدليه بلوز او فستق، عين جمل، براحتك. كمان هنحشي البلح، عندي هنا زبيب وكمان عندي لوز، استخدمي اي نوع مكسرات زي ما قلتلك انت عايزاه. هنبدأ ناخد اللوز بالطريقة دي، وهنحطه في البلح مكان النوى، وكمان هنحط الزبيب. تقدري كمان تجيبي عين جمل وتكسريها وتحشي بيها. شايفة؟ عايزة اقولك طعمه فوق الروعة، ان شاء الله هتجربيها هيعجبك جدا. هتلاقي كده البلحة طبعا عمرها ما هتشيل اكتر من واحدة او اتنين من اللوز. لو حجمها كبير هتشيل اتنين، يعني شايفين دي حجمها كبير هتشيل اتنين، انما مش هتشيل اكتر من كده. هنبدأ طبعا نحشي الكمية كلها بالطريقة دي. في الوقت ده طبعا انا سايبة الشوكولاتة تسيح على حمام مائي، مهدية النور عليها تماما. اتمنى لو لسه مكملة الفيديو لحد دلوقتي، ياريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين هتحشيها كده بسرعة، انتوا واقفة على الرخامة مش هياخد من وقتك نص ساعة بالظبط. خلاص كده هخلص الكمية كلها. وهنا بعد ما خلصت الكمية كانت الشوكولاتة ساحت، شايفين قوام الشوكولاتة، ما سبتهاش لحد الشوكولاتة ما ساحت كلها. كانت فيها قطعة بس بدأت اقلب فيها لحد الشوكولاتة ما ساحت على على السخونية بتاعة الطبق. ودلوقتي هناخد البلحة بعد ما حشيناها، هتسقطيها كده في الشوكولاتة. تقدري تغطسيها كلها، تقدري تحطي نصها بس. هنعمل شكل هنغطسه كله، وشكل هنعمل نص. شايفين بعد ما حطيتها في الشوكولاتة حطيتها في السوداني، حطيت نصها. دلوقتي هحطها كمان في الفستق الكداب اللي كنا عملناه مع بعض من كام يوم، عايزه اقول لك روعه. ان شاء الله الطريقه تنال اعجابكم، لان فعلا طريقه سهله. والفيديو بتاع النهارده فيديو مهم جدا. لو اولادك عندهم انيميا، عايزه اقول لك الوصفه دي رهيبه.
وخلاص كده خدت بلحة سقطتها في الشوكولاتة بالطريقة دي، وبالعود هشيلها وهصفيها كويس جدا. عندي طبعا كيس تلاجة حطاه على البلانشة، او حطيه على صينية اي حاجة عندك، وهنبدأ نحط عليها البلح بالطريقة دي عشان بس الشوكولاتة ما تلزقش. وخلاص كده خدت بلحة سقطتها في الشوكولاتة بالطريقة دي، وهنرفعها بالعود وهسيبها تصفي الشوكولاتة الزيادة اللي عليها تماما. حاطة كيس تلاجة على صينية، حطيه على البلانشة اي حاجة موجودة عندك عشان بس البلح ما يلزقش. وهبدأ احطها بالشكل ده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة اللهم بارك روعة. هخلص الكمية كلها بالطريقة دي وهنرجع نشوفها مع بعض. شايفين شكلهم ما شاء الله اللهم بارك تحفة. شايفين الكمية كلها بعد ما خلصت اللهم بارك. فعلا فيديو يستحق التجربة، سهل وبسيط وما كلفناش كتير. كلنا جايبين البلح بخصوص طبعا عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. استغلي بقى الفرصة والبلح موجود في البيت واعملي الفيديو ده، حاجة كده اللهم بارك تحفة. ولادك هيعشقوه وهيطلبوه منك دايما. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وتدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وخلاص كده هناخد البلح. عايزه اقولك انا ما دخلتوش التلاجة ولا اي حاجه، مجرد ما خلصت الكميه لقيت الشوكولاته خلاص جمدت. هنبدا كده نرص في طبق التقديم. البلح ده كمان يا بنات لو عملتيه في ايام العيد كده وقدمتيه مع التسالي اللي احنا بنعملها، اللي هي الترمس والحمص والحاجات دي، بيبقى روعه. ان شاء الله تجربيه وهيعجبك جدا. شايفين شكله حاجه كده تحفه. هنبدأ كده نقطع واحدة مع بعض. شايفين ما شاء الله طبقة اللوز والزبيب من جوه مع البلح والشوكولاتة، حاجة كده رهيبة. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك جدا. اتمنى الفيديو ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وتدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان القناة تكبر بيكم، وكمان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامة.